يا أهلين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم راح أسوي معاكم ملاح الروب أو ملاح النعيمية. أول حاجة حطيت لي سمن، طبعا أي نوع سمن أو زيت، يمديكم تستخدموا زيت كمان. وحطيت لي طماطم وبصل ومعجون طماطم تقريبا ملعقتين. وهنا في الخلاط جبت لي زبدة الفول السوداني وحطيتها، وحطيت البصل والطماطم والمعجون الطماطم، وبعدين حطيت لي موية شوية وخلطتهم مع بعض. وهنا في صحن لحال حطيت لي زبادي ولخبطته بهذا الشكل، وبعدين حطيت لي شوية من الدقيق ولخبطته. وهنا حطيت اللي خلطته في الخلاط وحطيته على الطاوة، وبعدها حطيت الزبادي والدقيق مع بعض وخلطتهم. لين ما يصير لونهم زي كذا. ويمديكم كمان تحطوا ويكة، إذا حطيتوا ويكة لازم تحطوا موية لأنه حيصير كذا أثقل. وهنا حطيت لي ملح وحطيت لي نص مكعب ماجي، وبعدين لخبطته زي كذا تقريبا يكون القوام. وهنا بعد ما جهزت معانا الأكلة، طبعا العصيدة سويتها لحال. العصيدة براحتكم، يمديكم تسووا عصيدة سودانية أو عصيدة عادية بس بموية وملح ودقيق. طبعا العصيدة السودانية تتسوى بالزبادي، وما شاء الله طعمها طلع فنان. أتمنى أنكم تجربوها وما حتندموا إن شاء الله.